انت بتدور على هدفهم اللي وبتحققه لهم فيك. حطش النتيجة في دماغك، حط السعي في دماغك. انت مش فاهم ان انت لما بتعمل السهل دلوقتي، السهل ده هيبقى صعب عليك بعدين، ولما بتعمل الصعب دلوقتي هيبقى سهل عليك بعدين. الصحاب السلبيين دول لازم تبعد عنهم، دول لازم. في فرق بين ان انت بتتعب فبتريح، وفي فرق انت بتتعب فبتنسحب. عشان تعمل حاجة انت عايز خطوة، انت مش عايز خطة. ده الموضوع مش ده تسويف، ده حاجة تانية. ده يا صديقي. ازيك يا صديقي، عامل ايه؟ خليني اسالك في البدايه، ليه بنحس ان احنا عايزين نبدا بس بنبقى مش قادرين او مش عارفين؟ دي مشكلة كبيرة. مشكلة الجيل كلنا بنعاني منها، ان احنا دايما مقرر ان انت هتبدأ حاجة، مشوار معين او مشروع معين، او هتبدأ بداية جديدة في حياتك، ودايما بتأجلها. ليها اسباب كتير. ممكن مثلا عندنا سبب مثلا زي ان انت بتستنى الفرصة المناسبة او الفرصة المثالية، او التوقيت المثالي اللي هو عمره ما بيجي. ومفيش حاجة اسمها اصلا التوقيت المثالي. انت بتفضل مراكم على نفسك ان انت آه تعمل خطط. خلاص انت قررت ان انت عايز تعمل حاجة، هي الحاجة دي مفيدة ليك وانت خلاص من جواك عايز تعملها. بس بقى خلاص ايه، قلت هترسم خطط ليها، ولازم ترسم خطة مثالية عشان تبدأ الحاجة ديت. ومفيش حاجة اسمها خطة مثالية. انت عشان تعمل حاجة انت عايز خطوة، انت مش عايز خطة. ان مفيش حاجة اسمها ان انت عشان تبدأ حاجة لازم لا خطة مثالية ولازم تبقى مستعد لها 100%. ان انت عمرك ما تكون مستعد 100%. انت خلاص عارف ان انت عايز تعمل حاجة ديت، خد الخطوة اتجاهها. يعني زي ما بنقول كده، ارمي نفسك ليها. عايز تتعلم العوم، انت مش هفضل واقف على الشط. عشان تتعلم العوم لازم تنزل البحر، لازم تحاول، لازم يعني. في عندك اسباب كتير. ممكن ما في ناس بتعلق مثلا حاجات على الامكانيات، بيعلق على شماعة الامكانيات ان انا ما عنديش الامكانيات المناسبة. وبرضه مفيش حاجة اسمها كده. ما انت ما بتتولدش عندك كل حاجة. انت في حاجات انت بتهيئها لنفسك. انت خلاص انت قررت عايز تبدأ مثلا كورس معين، عايز تبدأ حاجة معينة، ايا كان اللي انت عايز تبدأه. انت مقتنع ان دي حاجة مفيدة ليك وهتطور منك، خد الخطوة اتجاهها. ومش مشكلة ان انت تقع، مش مشكلة ان انت اقع وتعلم وقرر. مفيش اي مشكلة خالص، لكن الاهم ان انت تاخد الخطوة. ما تستناش وقت مناسب، ما تستناش ان حد ياخد بايدك، ما تستناش فرصة مناسبة. متقعدش بقى تأجل بقى لأول الشهر، لأول اسبوع. يوم السبت في الاسبوع الجديد. يوم السبت. بدايه السنه بقى هبدا بجد خلاص. او هصحى الفجر وابدأ جامد قوي. اه، انزل ضبش. انت اول ما تيجي فكره في دماغك ضبش. يعني في كده زي ما انت قلت فكره العوم مثلا، انزل ضبش. انت كده كده مش هتعرف تعوم من اول مره، هتضبش وهتحاول وهتحس ان انت بتغرق، وبعد كده هتمسك في الحديد اللي هو في السلم، وبعد كده هتطلع، وبعد كده هتحاول تاني لحد ما الموضوع هيجي واحده واحده. فانت بمعنى صح احنا بنستنى الفرصه المثاليه، او احنا خايفين من الفشل، خايفين نفشل، خايفين اول ما نحط رجلنا في الموضوع نبقى احنا بص هيقولوا عليا ايه، انا لو وقعت بقى هيبقى شكلي وحش قوي. طب ما انت هتقع. طبيعي. ده اصلا ده اول خطوه في النجاح ان انت بتقع. مش هتيجي تعمل اول حاجه في اول خطوه في اي حاجه بتعملها هتروح واقع على طول. لان انت اصلا هو الفشل جزء من النجاح. النجاح ده اخر مرحله الفشل. انت هتفشل 10 مرات وهتنجح مره، مش هتنجح 10 مرات وتفشل مره. مفيش حد بيعمل كده. اي حد نجح في حياته هتلاقيه بدأ عمل دي مرة واتنين وتلاتة وعشرة راح واقع، مرة واتنين وتلاتة وعشرة 10 مرات وقع لحد ما نجح في مرة بس. ومن ساعتها بقى هو محافظ على تدريجه، ربنا كرمه ان هو بيحافظ على تدريجه. وخليك فاهم برضو ان انت الفشل ده مش وحش، الفشل ده مش حاجة وحشة ان انت تخاف منها وتتجنبها وتكرهها وتكتئب بسببها لا هو مش وحش، هو حالة وحشة، لكن هو نفسه مش وحش لان هو بيعلمك عشان لما توصل للنجاح اللي انت عايزه تعرف تتعامل معاه، تعرف تحافظ عليه، تعرف لما تيجي تقع بعد كده تلحق نفسك. انا وقعت قبل كده خلاص عرفت بقى هقوم ازاي مرة. ف... فانت لازم متبقاش خايف من النتيجة، انت بس خدها واحدة واحدة، خد الخطوات واحدة واحدة، ما تنطش من خطوة الأولى لحد الخطوة العشرة وتسكيب 10 خطوات وفي الآخر عايز تنجح. انت لازم تقع، بالظبط. لازم تقع عشان تتعلم. ولما تتعلم هتعرف تعمل حاجة صح بقى، بالظبط. هتعرف توصل للي انت عايزه. وبرضه بخصوص حتة ان انت خايف من النتيجة ديت. يعني دي ممكن نقتضي يعني بآيات من القرآن الكريم. ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. دي يمكن من أكتر الآيات اللي أنا بحب أطبقها في حياتي، واخدها دايما كمثال قدام عيني. اسعى للحاجة، اسعى اللي انت عايزه. مفيش حاجة، انت خلاص انت قررت ان انت عايز تعمل كده، اسعى وتوكل على ربنا.
وتأكد مليون المية يعني بتأكيد من ربنا سبحانه وتعالى، وأن سعيه سوف يرى. أسلوب تأكيد من ربنا إن أنت سعيك ده هتلاقيه. ومش بس كده، وكمان يعني ناخد الآية التالتة بقى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ده كمان ربنا وعدك إن أنت هتاخد جزاء يعني الأوفى. طبعا الجزاء هنا في المقصود في الآية هو الجنة. يعني ده برضو عشان نكون إن المقصود بالآية إن السعي إلى الله، وإن ربنا هيشوف سعيك ده هو إلى لربنا، وإن الجزاء الجنة. بس برضو احنا لازم يعني نتدبر القرآن الكريم في حياتنا، ان القرآن الكريم هو منهج بتطبقه في حياتك بشكل كامل، مش بس بشكل ديني، لا وفي حياتك كمان. يعني خلي دايما نشوف ربنا في كل حياتك، مش بس في الدين بس، في تعاملاتك مع الناس وفي شغلك في اي حاجة انت عايز تعملها. دايما حط ربنا قصادك، وحط ايات ربنا قدام عينيك ووعد ربنا. ربنا قال لك برضه، ربنا قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ربنا قال لك وقل اعملوا، خلاص انت امرك حسك على العمل، ما حسكش على التمني، ما حسكش على ان انت تفضل قاعد طول الوقت بتتمنى ان انت تعمل حاجة او بتأمل تعملها وترسم في خطط ما قالش كل خطته اعملوا. عايز الحاجة اعملها، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هتتشاف، عملك هتتشاف وهتاخد الجزاء ليه، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ودايما الجزاء الأوفى دي يعني ممكن نتدبرها برضو، مش الجزاء الأوفى ده من وجهة نظرك انت، ده من وجهة نظر ربنا سبحانه وتعالى. ان دايما النتيجة بتاعت ربنا. ممكن ما يجيش في حاجة اللي انت سعيت لها. بالظبط. يعني هو ممكن يبقى اللي انت بتسعى لحاجة معينة وعمال عايز توصل لها، وعايز بتدي فيها طاقتك ومجهودك وماشي وبتعافر، في الاخر اول ما تيجي توصل لخط النهاية ما تعديهوش بقى، خلاص انت مش عارف لان تعدي. انت خطتك المحدودة او نظرتك بالظبط. المحدودة للحاجة، ان انت شايف انا عملت كذا فانا لازم اخد كذا. انت هتاخد جزاء اللي انت سعيت ليه. ده من وعد من ربنا. هتاخد احسن كمان من اللي انت بالظبط. سعيت بس ليه. هو هتاخده ازاي بقى؟ النتيجه دي بقى بتاعت ربنا. ما تحطش النتيجه في دماغك، حط السعي في دماغك. انا هتعب وهسعى وهعمل اللي عليا واتوكل على ربنا، والنتيجه بتاعت ربنا. ممكن ربنا فعلا يوفقك ان انت تحصل على الحاجه اللي انت كنت عايزها، ممكن يختزلها لك في حسنه، يشيلك من عليها سيئه، يختزلها لك للاخره للجنه. ففي مليون نتيجه، وربنا بيديك النتيجه الاحسن ليك، الجزاء الاوفى. الجزاء الاوفى ده النتيجه بتاعت ربنا مش بتاعتك انت. فدايما حط ده قصاد عينيك، وان دي حاجه دايما انت ما عليك الا السعي، والنتيجه دي بتاعت ربنا. بالظبط. انت وما بس تحطش يعني على نفسك لود وضغط داخلي ان انت، انا حاطط لنفسي توقع عالي قوي قوي. يعني انت بدل ما انت بتسعى عشان تنجح في شيء معين، مش هو كده. يعني انت طبعا كلنا عايزين نوصل هنا، نوصل لاخر الجبل، قمة الجبل عايزين نطلع لها، بس انت بتحط التوقع العالي ده وانت تحت لسه. فخدها واحدة واحدة. انت ما تحطش توقع عالي. ما يعني في ناس بتبقى اسمهم متعددين الشغف، عندهم بدل الشغف 100، عايزين يوصلوا لده ولده 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 ولده. فانت لو عملت طاقتك في مليون اتجاه، ما خلاص هي خلصت. انت عملت هتخلص في نص كل واحد، مم. فانت ما وصلتش اي حاجه فيهم. لازم تحدد لنفسك اول حاجه، تحط لنفسك هدف واحد توصل له، يعني وتسعى له بكل طاقتك، عشان لما توصل لده يلا هوصل للي بعديه، يلا اللي بعديه، يلا اللي بعديه. ما تشتتش نفسك لدرجه ان انت مش قادر تبدا اصلا حاجه من اللي انت خططت لها كلها. عندك 100 هدف، ده حاجة جميلة جدا. وان انت يبقى عندك هدف ما يبقاش احسن بكتير قوي من ان انت تبقى ماشي مبهم في الحياة، ماشي تايه مش عارف انت رايح فين. ده حاجة جميلة، بس ما تخليهاش يعني تكسر جواك الحاجة ان انت لازم توصل لحاجة واحدة واحدة. استغلها صح. بز- رتب اولوياتك. بالظبط. انت لازم ترتب اولوياتك عشان تعرف توصل واحدة واحدة. هتوصل لحاجة حاجة. مفيش حد وصل لمليون حاجة في نفس اللحظة. كل واحد ناجح في مليون حاجة هتلاقيه وصل لها واحدة، وبعد كده راح داخل على اللي بعدها، على اللي بعدها، على اللي بعدها، لحد ما بقى ناجح بالشكل اللي انت شايفه ده. فانت ما تاخدش النتيجة اللي هي اللي هو وصل لها وعايز ترسم عليها حياتك. طب ما انت ما شفتش هو عدى بايه. انت بتاخد النتيجه جاهزه. اه بالظبط. انت خدته هو. يعني انت الشخص اللي قدامك ده عجبك اسلوب حياته، ده خلاص ناجح ما انت. شاء الله مع العربية اللي انا نفسي فيها، اه. وناجح ما شاء الله مع الفيلا اللي انا نفسي اجيبها، وما شاء الله عنده طب فانت قررت تبقى غني، ماشي، انا حاجه حلوه. انت قررت تبقى زيه. مش شرط تبقى زي انت قررت مثلا ان انت تبقى غني وتبقى عاجبك كل دوت ونفسك في كده، دي حاجه جميله مش عيب. بس انت بقى انت هتعملها خلاص انت ازاي؟ عايز تبقى كده، ماشي، خد بقى استغل المتاح بايديك. انت دلوقتي مثلا ما عندكش امكانيات زي ما قلت لك، انت هيئ لنفسك الامكانيات وخلاص. انت قلت مثلا متعدد الشغف، انت عايز توصل لحاجات كتير مش عيب،
حلو، بس ما تشتتش نفسك بقى وسطهم. حاجه حاجه، ابدا بالمتاح بايديك وابدا بالسهل اللي انت قادر تعمله. لان انت كل ما تنجز حاجه، كل ما تنجز حاجه صغيره، ده هيشجعك ان انت تنجز اللي بعدها. قسم المهام لمهام صغيره، مش حاجه كبيره، لا قسمها لمواضيع مهام صغيره. كل ما تحقق مهمه ده بيشجعك ان انت تكمل اللي تخش بعدها. تخش على اللي بعدها وتكمل اللي بعدها، وبيديك طاقه ايجابيه ان انت تكمل عموما لحياتك وهتوصل. وتاكد ان انت توصل لحاجه، لان مفيش حد بيحاول ويجيب بيجيب صفر. صفر. بالظبط. مفيش كده. يعني دايما انت هتحاول وهتتعب وهتوصل لحاجه. دايما في مقوله كده يعني حاجه شفتها قبل كده في بوست تقريبا، كان بيقولك نشن عن النجوم، يوم ما تقع هتقع على القمر. يعني انت منشن على حلم بعيد وعلى هدف بعيد، انت بتشتغل ان انت توصل للنجوم، لحاجه بعيده قوي. ممكن توصل لها ممكن ما توصلهاش، بس انت شغال عليها، بتعمل، مش قاعد بتحلم ان انت توصل لها، لا انت بقى خلاص بدأت شغل عليها وفعلا بتعمل لكده. ممكن ربنا وان شاء الله ممكن ربنا يوفقك ان انت توصل لها. لو ما وصلتلهاش زي ما قلنا انت في الاول. لو ما وصلتلهاش انت مش هتبقى في مكانك، هتبقى في مكانة تانية. بالظبط. بالظبط، انت بتتقدم. لو ما وصلتش الهدف اللي انت عايزه مش هتتأخر، لا انت خلاص انت وصلت لمكانة تانية. المكانة دي ممكن تكون هي احسن من اللي انت عايز توصل لها. كنت مكانة جميل زي ما بقول لك، هتوصل. لو ما وصلتش للنجوم هتقع على القمر، هتقع برضه في مكانة كويسة. ودايما تأكد ان النتيجة اللي انت خدتها هي دي الخير ليك، ودي النتيجة اللي ربنا قدرها لك، وده احسن ليك. دايما خليك مؤمن كده، زي ما بقول لك، عامل ربنا دايما في كل خطواتك. انا نفسي اعمل دوت، واحس بكلام ربنا ان هو ربنا حسنا على العمل، فانا هعمل وهشتغل وهتعب عشان اوصل للحاجه ديت. والله وصلت لها، ايا كانت النتيجه بقى، ان ربنا فعلا وفقني ان انا وصلت للنتيجه دي، ده خير من عند ربنا. دايما في رضا. ما وصلتش خليك راضي، الحمد لله. انا واثق ان انا ما وصلتش عشان ده خير ليا، او النتيجه اللي انا وصلت لها هو ده الخير ليا، هو دي النتيجه اللي انا استحقها، مظبوط. هو ده النتيجه اللي ربنا اداها لي، يبقى هي دي النتيجه الخير ليا والاحسن ليا. ما تبصش حواليك برضو. انت اصلا اللي بيخليك مخنوق، بيخليك تقف في النص، اللي بيخليك ما تكملش الطريق، اللي بيخليك كل ما تبدأ حاجة تحس ان انت مش ما عندكش الطاقة الكفاية، او انت شخصيا مش كفاية انك توصل للحاجة دي، ان انت بتبص حواليك، بتبص اللي عملها. طب ما هو انت سألته، ما اسأله عملها ازاي، ناقشه عملها ازاي، طالما لو قريب منك طبعا. او بص انت عملها ازاي. ما فيش حد ما يعني طلع على الجبل غير وتلاقي فيه في جسمه كله تعوير، كله تعوير. اكيد. نفس القصة في النجاح. انت هتطلع على القمة وانت جسمك كله فشل، كل الخطوات بتاعتك هتحس ان هي مش قادر اكمل ومش قادر وده اعمل بيحبطك ان انت تسوف وما تكملش وتأجل، بالظبط. تفضل تمشيها تأجيل في تأجيل في وانت تأجيل. اصلا بتقنع انت نفسك بقى، انا طب هبدأ بكرة، طب انا مش قادر النهاردة. انت مش قادر، انت بس قارنت نفسك بيهم. انت حطيت نفسك انت وانت شفت حاجة هنا. عجبتك فانا عايز اعملها، فانا خلاص بالظبط، انا عايز اعملها. حطيت نفسك وانت هنا باللي هنا. طب ما ازاي؟ ده ليه بقى؟ ما يتقارنوش خالص. ده ليه بقى من اكتر حاجات الفخ في الموضوع دوت، واللي بتأثر علينا بشكل سلبي من غير ما تاخد بالك ومن غير ما تحس. السوشيال ميديا دي مصيبة تأثيرها سودا. تأثيرها جبار. انت تلات ارباع الحاجات اللي انت متوهم ان انت عايز تعملها، تمام، انت بس انت شايفها من ناس ناجحين على النت. عجباك. عجباك، هي الحاجة عجباك، زي ما انت قلت كده، العربية دي عجباك، الفيلا دي عجباني، مع الوظيفة دي انك انت شكلها مش عجباني. محتاج عربية انت اصلا. ممكن تكون حاجة انت بس انت متشتت بالسوشيال ميديا. بالظبط. انت متشتت انت عايز تعمل حاجات انت فعلا انت مش عايز تعملها، او بس ان انت خلاص يا عم انت عايز تعملها. انت دلوقتي قررت قدامك مليون حاجة. وده بقى التشتت اللي ممكن انت فاهم برضو، او انت استغليت تعدد الشغف غلط. ان انت بقى خلاص انا هبقى شخص مثلا متعدد الشغف، لان دي موضوع على فكرة ناس كتير بقى. بقى ما هو ده بقى في الجيل بتاعنا تقريبا كله. اه، وده بسبب السوشيال ميديا، ان انت دايما في مواضيع الريلز دي انت قاعد بتقلب كل شوية. تحديد الريلز. تحديد تخيل الريلز دي. انت ماسك التليفون، بتمر ب99 شعور في نفس اللحظة. شعور واحد ناجح، شعور واحد فاشل، شعور واحد مثلا حزين، شعور واحد اتخان، شعور واحد جاب الحاجة اللي انت نفسك فيها، شعور واحد نجح في اللغة اللي انت عايز تتعلمها. عايز شعور تعمل كل شعور ده. شعور شعور فانت بقى بالظبط. انا انهي في دول، فتلاقي نفسك انا هبدا اتشتت كورس اصلا. دوت، هبدا كورس برمجه، انا هبدا كورس لغه، انا هبدا كورس كمبيوتر، هبدا كورس مش عارف ايه، هبدا كورس. تمام، انت هي كلها حاجات مفيده واحنا عارفين انها حاجات مفيده ليك. كويس انك بتفكر فيها، بس خد بقى حلو. الخطوة. حلو، خد الخطوه ورتب اولوياتك ورتب اللي انت قادر تعمله دلوقتي. خلاص مثلا انت عايز تاخد كورس لغه وكورس برمجه وكورس مش عارف ايه، كلام جميل. زي ما قلنا في الاول، انت كده متعدد الشغف بس انت حلو. مش مرتب. بالظبط.
ارمي نفسك للحاجه بقى. انت عايز تاخد كورس، روح خد كورس. ما تقولش بقى هستنى الوقت المناسب مثلا في الصيف. انت ممكن تاخده في الدراسه على فكره عادي. ما ما تستناش نضحكش على تقول نفسنا، احنا اصلا مفيش حد من جيلنا دلوقتي بيذاكر. تقول اصل الماديات، اصل مش عارف ايه. معاك ممكن الماديه دي حاجه غصب عنك ممكن ما تاثر، بس انت لا، ما لو هي حطيتها في دماغك. لو مادية، في بديل دلوقتي، النت ما خلاش. ايا كان مثلا الكورس اللي انت عايزه. كل الكورسات موجوده على النت بالظبط، دلوقتي. برمجة. يعني ما شاء الله، اصلا اليوتيوب مليان حاجة برمجة. هو برمجة اصلا. لغة، مش قادر اقول لك، يعني ايا كان اللغة انت مثلا بتدور عليها، خش اكتب بس اسمها، هتلاقيها منشرات على وما اليوتيوب. تقوليش ما عندكش نت. انت ما عندكش الدافع. انت حاطط الهدف عشان الناس دي بتعمله، فانا هعمل زيهم. طب ما هو ممكن ما يعبرش عنك اصلا، ممكن ما يكونش ده حياتك اللي انت عايزها. ليه بتبني حياتك دايما على النظرات اللي حواليك؟ انا عايز ده يشوفني ناجح في دي زي ما هو ناجح في دي. طب ما هي دي ممكن ما تعبرش عنك، ممكن دي ما تكونش انت اصلا. ما تع... فبلاش تحط دايما اهدافك على عيون الناس. انا الشخص اللي عايزني ابقى اجيب عربيه، فانا يا لو جبت عربيه وبقى دخلت بيها عليهم كده اه ولو لو اتكلمت اللغه دي، فلما يسالوني دي يعني ايه بالكذا، فانا اعرف اجاوب. او اشتغل بيه كذا او كذا او كذا. بالظبط. انت ليه دايما حاطط عيون الناس هدف؟ انت كده مش حاطط هدف لنفسك، انت حاطط ان انت ترضي الناس. انت كده حاطط ان انت لما يشوفوك يبقوا هم فخورين بيك. طب وانت فخور بنفسك امتى؟ انت مش عايز كده. بالظبط، انت كده مش مبسوط، انت انت كده انت بتدور على انبساط في انت عين الناس اللي السوشيال حواليك. ميديا، او عيون الناس او كده، هي بنت شعور زائف جواك ان انت عايز تعمل الحاجه ديت، وانت مش كفايه. وانك مش كفايه. ده انت ده بانت شعور الزائف اللي انت قلته، اللي هو اللي انا نفسي اعمل دي، بس انا مش كفايه، انا ما عنديش الامكانيات اللي عنده، انا مش عارف. ما تبصش كده، احنا قلنا ما تبصش فوق. خليك بص تحت رجلك، بص على الطريق اللي انت ماشي فيه. ما انت لو بصيت فوق مش هتمشي اصلا. فوق هتمشي ليه؟ فوق ده محتاج يتطلع له، فامشي الطريق الاول اللي هيدخلك بقى في الحواري والحاجات دي اللي انت عايز توصل خدها واحده واحده. بالظبط. وانت عشان كده بتأجل وما بتوصلش فعلا. بالظبط كده هتتوه. كده انت كده بالفعل انت تايه، انت بتدور على هدفهم اللي وبتحققه لهم فيك. فاهم؟ تحس ان هي دايره دي كده. دي دي نقطه تانية. اه، انت بتدور على هدف ليهم هم بتحققوا فيك، فهم يبقوا فخورين بيك. وانت اصلا بينك وبين نفسك، انا ما عملتش حاجه ليا، انا ما وصلتش اصلا، مع ان هم شايفينك ناجح جدا جدا. بس لا، هم انت ما حققتش الهدف اللي انت نفسك فيه. فانت شيل عيون الناس دي من حواليك خالص. اما يقول لك رايهم على راسي من فوق، وهعمل اللي انت عايزينه، وامشي اعمل الهدف اللي انت عايزه بقى، يلا. ممكن برضو يكون حاجه تاني، مش بس ان انت بتحقق رغباتهم. ممكن انت اصلا معلق الحاجه اللي انت عايزها او حلمك، او خلاص انت قررت تعمل حاجه ديت، بس انت معلقها بشخص. بالظبط. يعني لازم عايز حد يشجعني. عايز انا خلاص قررت ان انا هنزل جيم، بس انا لازم صاحبي، لازم انزل هو صاحبي. دي دي لازم دي نتشجع. بقى. اروح الكورس، لازم اقنع صاحبي يجي معاك الكورس عشان نشجع بعض. كلام جميل وكلام ورود وحلو ان انت وبيشجع بقى. وكل حاجه، وفي اه ناس هتبدا معاك، بس ممكن يا انت يا هو ما تكملوش، ما واحد فيكم كده هيقف. ممكن تكملوا في قصص ناس كملت، بس هي اصلا فبقول مش لي ده انا الصح. اوقات. بس اصلا مش ده الصح. انت عشان تحقق حاجة ما ينفعش تربطها بشخص. عشان تحقق حاجة لازم تبقى نابعة من جواك، وانت خلاص انا هكمل. يبقى في قوة كده، قوة ذاتية جواك كده، ان انا هعمل كده. انت عملت كده، صاحبك جه معاك، ده خير وبركة وهتشجعوا بعض. ما جاش معاك، انا هشجع نفسي دايما. بالظبط. خليك انت الوقود لنفسك، انت شجع نفسك، انت حرك نفسك. ما تستناش دايما. مش بس التشجيع ولا نظرة الإعجاب من الآخرين، ولا التشجيع من الآخرين. واحد هيشجعك ومليون هيحتموه، هيحطموك. يعني انت بالظبط. ده انت لو انت بقى بجد بقى خلاص قررت ان انت هتستنى من الناس، فزي ما انت قلت كده، واحد واحد يشجعك ومليون هيشجعك يحطموك. ما ما هو كده انتوا اتنين على مليون. ما مش متكافئة اكيد، جفتهم هي اللي هتطب اكيد. ايا كان، انت خلاص طالما سلمت دماغك ان انت هتسلم عقلك للناس واراء الناس، ولان الناس تاخد بايديك، انت خلاص انت بتنزل ما بتطلعش. حتى لو حققت حاجه بسيطه في الاول، فانت مؤقته وهتروح. لازم عندك كده قوه فرديه، انت قادر ان انت تحقق الحاجه دي بنفسك ولنفسك. ما تستناش حد يشجعك، ما تستناش حد ياخد بايدك. انت ابدأ. دي حاجات اللي بتخليك تسوف. وما تستناش برضو التفاصيل الصغيرة بقى، اللي هو لما الظروف تتهيأ. اما اجيب القلم هروح بادئ. اما اجيب الكرسي اللي انا نفسي فيه، اللي هو بيريح لي ظهري، اللي هو هروح بادئ. انت عارف انت مش هتعرف تجيبه اصلا. مش فهذا مش فلا بس انا لما اجيبه هبدأ. مش هذاكر إلا لما اظبط الحاجات دي الاول اه، كده. اما احط كوبايه القهوه هنا، واللاب هنا، والكشكول هنا،
تروح انت تعمل كل ده وتخش تنام بقى اصلا بعدها. طب مش مذاكر. خلاص مفيش كده، خلاص مذاكرة، احنا خلصنا خلاص. فانت محتاج ان انت ما تحطش بقى زي ما انت قلت ولا على الناس ولا على حاجة حواليك. الاتنين دول هيضيعوك، مش هيخليك تلاقي حاجة اصلا. هتضيع نفسك والشخص اللي معاك ده هتلاقيه ممكن هو اصلا كمان يتشجع عشانك انت، زي ما احنا قلنا بعيون الناس، هو شايف ان الهدف ده مهم، فهتروح انت ايه، آه هعمله معاك، يلا هندبش انا وانت. انت بتضبش، ما بتضبشوا غلط، انتوا الاتنين بتضبشوا غلط، في واحد فيكم هيتعب ويروح واقع، مين اللي هيكمل الموضوع؟ انت كمان هتروح تعب ويروح واقع، خلاص كده ولا هدفي ولا هدف يتحقق. وانتوا الاتنين بتأجلوا وما بتعملوش في الاخر، وتسأل وصلنا نفسك لنفس النقطة، ان تسويف. ان انت بتسوف وتأجل ما بتتقدمش، ما بتعملش اللي انت عايزه. بالظبط. فممكن سؤال تاني، هل احنا من احد الاسباب بتاعة التسويف ان احنا بنأجل بسبب الضغط الاجتماعي اللي حوالينا و... ولا ايه؟ اكيد. اكيد البيئة بتأثر عليك، البيئة والاهل والمكان انت محصر نفسك فيه ومحيط نفسك فيه، خليك دايما متأكد في كل حاجة في حياتك، مش بس احلامك وطموحاتك وطريقة كلامك وطريقة لبسك، ال- الس- اللايف ستايل العام بتاعك بتأثر بالناس القريبين منك، بصحابك وبأهلك. كل ده بيأثر عليك تلقائي. هتلاقي نفسك انت وصاحبك كلامكم قريب من بعض، طموحاتكم قريبة من بعض. البيئة اللي انت فيها بتأثر عليك بشكل لا واعي. بشكل لا واعي. بالظبط. مش هقول لك بقى بشكل واعي، لا ده بشكل لا يعني انت واعي. اصلا بتلاقي نفسك، يعني احنا تقريبا كلنا مرينا بالحوار ده، ان احنا بنعمل تصرفات كتير زي اهلنا. يعني تلاقي اهلك بيعمل دوت، فانت حواليك هم بيعملوه قدامك كتير وعمالين بيكرروه، فانت بقيت بتعمله بشكل لا واعي. فبيجي علينا مواقف كتير تحس ان احنا ايه، ف... فتلاقي كده حد من عيلتك يقولك انت شبهي، انت فعلا شبهه، انت مش واخد بالك من كده، بس انت فعلا بتعمل حاجات شبهه. طبيعي انتوا عايشين مع بعض بقى، بالظبط. فتأثر فانت عليك. بالظبط. من احد الاسباب اللي هو بتخليها في ضغط مجتمعي من حوار التسويف ده او من حوار النجاح عموما، هو ان انت خايف من نظرة الناس اللي احنا قلنا عليها. هيقولوا عليا ايه؟ هيضحكوا عليا لو بدأت ولا لا؟ طيب لو بدأت وعجبهم، اللي بعد كده هيعجبهم ولا لا؟ فانت كل مرحلة يعني بتنط هنا مرة، اول خطوة نطيتها، يلا هفكر بقى ان انا خايف من الخطوة التانية هتعجبهم ولا لا؟ طب ده هينجح ولا لا؟ طيب. فبتنهزم وما بتعملش حاجة. بالظبط. فهيتريقوا عليا لو انا وقعت بقى بالكلام، لو انا طلعت مثلا ايا كان ايه الحاجه اللي انا بعملها بقى، طريقه كلامي او حاجه، فهيتريقوا عليا. طيب. رهبة اجتماعية في بالظبط. الموضوع. انت كده فانت خلاص انت حطيت لدماغك اصلا اللي هي عايزاه، اللي هي خايفه. ف فبتحط لك اسباب اللي هو انت بلاش تغامر بدي، عشان احنا خلينا كده في منطقه الراحه بتاعتنا. بالرغم ان انت عايز كده. بالظبط. احنا في منطقه الراحه بتاعتنا، هي دماغك عايزاك في منطقه الراحه، مش عايزه تخرجك منها، هي خايفه، ما بتحبش تواجه حاجات الجديده، ما بتحبش تخرج من الكومفورت زون بتاعها، هي عايزاك جوه، بتوريك الراحه. يعني انت تقول لك هتاخد كورس ولا نسمع الفيديو اللي بيضحك ده؟ يلا نسمع الفيديو اللي بيضحك. انت عايز تعمل كده، بس انت بقى ايه، خلاص انت هتستسهل. اه ما خلاص، انت انا نفسك طالما بتستسهل. اديتني اوبشن سهل، ليه هعمل الصعب؟ انت مش فاهم ان انت لما بتعمل السهل دلوقتي، السهل ده هيبقى صعب عليك بعدين، ولما بتعمل الصعب دلوقتي هيبقى سهل عليك بعدين. انت النهارده هتبدأ الكورس دوت، فانا هكمله، يعني هكمله، مفيش اوبشن تاني. مش لازم قدام عيون الناس على فكرة، مش لازم الناس تقول لك برافو الله انت بدأت وكملت، ما مش لازم تستناش خالص. تسقيف. ما تستناش اصلا ما تستناش ما اي حاجة. تستناش حد اصلا، ولا يشجعك ولا يحبطك. انت كمل، هتبدأ الحاجة كملها. وقفت في النص، تبقى استراحة مش تسويف، تبقى انت كده بتريح شوية، يعني تعبت. في ناس فعلا بتتعب ده مش يعني عيب، ده بالظبط. حاجة كويسة اصلا. في ناس ده بتتعب في ده الرياضة، في مطلوب اصلا. الكورس، في اي حاجة في حياتنا، في الناس بتتعب، احنا بشر، انت بشر. هنتعب كده كده. بس ما تخليش التعب ده يحطك في القاع، ما تخليش يسحبك، ما تخليش يشدك لتحت. لا، انت واقف، انت وصلت، مشيت الطريق كله، وصلت النص وتعبت، خليك في النص. ما تقولش هرجع اريح في البيت وبعد كده ارجع تاني في النص ده، حاجة مستحيل تعملها، مستحيل ترجع النص ده تاني اصلا. في حاجة تانية برضو، خصوصا انك فتحت كلمة الموضوع الاهلي، يعني ان هي بتأثر عليك. ممكن حاجة برضو بتخليك ان انت تأجل، او دايما بتأخر حاجات ان انت بتعملهاش، لان انت اصلا مش دي الحاجة اللي انت عايزها. مثلا انت اهلك جابرينك ان انت تخش كلية معينة، فرضوا عليك انت لازم تبقى دكتور،
انت بتحقق، هما بيحققوا احلامهم فيك، حاجه كويسه. وان ما انت عنديش ممكن مشكله. تزرع في ولادك ان هم عايزين يطلعوا حاجه كويسه، بالظبط. دي حاجه حلوه. بس قول لهم ايه رايك في دي ودي 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 ودي، اه، سيبهم يختاروا. انت لازم تبقى دكتور. انت الطفل في مصر عموما، الشاب في مصر بيطلع، انت ايه، دكتور ولا مهندس ولا ضابط؟ انت يا ده يا ده يا ده. ما هي مش دي مش مشكله، هم التلاته جمال جدا، جمال واهداف حلوه قوي. بس ممكن ابنك ما يكونش يبقى ده هدفه، ممكن يبقى هو شايف نفسه شاطر في حاجه تانية. في ناس بتبقى دماغها حلوه جدا 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 في التسويق، في مثلا الجرافيك ديزاين، في اللغه، مجالات كتير. في في البرمجه، في الرياضه. في الرياضه، في الجيم، فتلاقيهم سيبه هو يختار طريقه. اديله الطرق، قول له بص ايه رايك في دول كلهم كده. هو هيتشتت، احنا عارفين كده كده. اه، بس هيقول لك بص انا عاجبني ده وده 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 وده، صفيهم له بقى، يلا نجرب، شوف انت عايز ايه فيهم. سيبه يجرب، لان هو اصلا هو السن بتاع ابنك اللي هو بتسيبه يختار فيه ده سن التجربه. لو عدى مش هيعرف يجرب تاني، هتلاقيه وقف في النص، مش هيكمل. هتلاقيه بيقول لك انا يا ريتني جربت زمان، ده انا لو كنت عملت. طب ما انت لو كنت عملت ليه ما تعمل؟ انت فيها، احنا فيها اهو، ما تعمل. فاهمني؟ وبرضو اعتقد بتبقى من احد الاسباب الكبيره في مجتمعنا حاليا دلوقتي بالذات البيئه السلبيه. اه، مش كمان مش اهلك، مش اهلك مش صحابك كمان، البيئه عموما، الناس اللي حواليك تحسهم كلهم شبه بعض. يعني فاهم، الناس اللي تحسهم في مجتمع ناجح قوي تحسهم كلهم ناجحين، كلهم بلا استثناء. لان ده بيشد ده، لما الشخص اللي بيقع شويه لتحت بيروح ناطط لفوق يلحق الناس اللي مشيت دي. فتحس ان هو في تشجيع. والناس اللي في بيئه سلبيه تحس كلهم، اللي بيقع تحس ان هو معاه حبال الناس كلها يروح شاددها معاه. اه. طب وانت طب على ايه طيب؟ انت بقى فانت يا تغير بيئتك يا تغير بيئتك. يعني انت غير يعني غيرها، يا تغير ما بيئتك تواجههاش، ما. يا ما تواجهش، مش هتعرف تواجه واحد، اه، مش هيعرف يغلب كل ده. يا تغير بيئتك، يعني تنقل من بيئتك دي اللي هو تغير المكان اللي انت فيه اصلا، سواء بقى اصحابك ايا كان ايه هم، ممكن يا تغيرهم يا تغير المكان نفسه. تغير البيئة. مش معنى انت تغير المكان، ممكن انت مثلا ما عندكش امكانية ان انت تعزل من المكان اللي انت فيه. مش قصدي عزالة مش ده مقصدي من تغيير بالظبط. البيئة. تغير البيئة النفسية المحيطة بيك. انت مثلا محاط بناس سلبيين، ممكن يكونوا اهلك على فكرة، ودي حاجة خارجة عن ارادتك. يعني ما بقولكش ان انت تغير اهلك بقى، لا. ما تكرهش اهلك برضه مش ده عشان مقصدي، بس ان انت تحاول ان انت تبحث معاهم مع طرق ان انت تلاقوا بعض، او مش تلاقوا بعض، ان انت تحاول تفهمهم، تحاول ان هم يفهموك. بعيد عن حتة الاهل، برضو الصحاب السلبيين دول لازم تبعد عنهم. دول لازم، وهتقابلهم في كل حتة في حياتك وفي الشغل وفي كل حاجة. البيئة السلبية تحس دايما بتكسر حماسك، هي البيئة السلبية هي المحاطة، هي الأغلبية. خليك دايما في وضع دور على الانتظار. الناس الإيجابية، دور على الناس اللي دايما هتاخدك للصح، تاخدك لطريق الشغل وطريق النجاح، وتاخدك لطريق آه، الطريق اللي ربنا دايما نقي الناس الصالحين كويسين ناجحين، الناس اللي الإيجابية، يشجعوك تكمل الطريق. وحاوط نفسك بيهم. بالظبط. طيب انت شايف هل بنسوف عشان نثبت لنفسنا ان احنا اوقات بنبقى فاشلين؟ احنا فعلا يعني بنقول لنفسنا انت اهو شفت انت فاشل اهو. فانت شايف ان احنا بنعملها ازاي او بيبقى ايه سببها؟ نفسك، خليك دايما متصالح ان انت نفسك أمارة بالسوء. هي دايما بتحاول انها تهزمك. في دايما كده حاجه سلبيه جواك، هي نفسك الاماره بالسوء، ومعروفه، كلنا عارفين انت جواك حاجه دايما عايزه ترتاح، مش عايزه تنجز حاجه، بالظبط. مش عايزاك مش عايزاك تتقدم، مش عايزاك تبقى قريب من ربنا، مش عايزاك تنجح في حياتك، رغم ان انت جواك حاجه عايزه كده. انت عايز تذاكر، بس هتقولك لا ريح. انت عايز تصلي، تقولك لا، ريح بس لسه شويه. هتقوم وتتوضى وتخرج بقى تنشف فانت تاني نفسك اللي هو. انت نفسك بتأمرك بالسوء وبالراحه، نفسك بتأمره بكل حاجة هي ضدك. هي دي اسمها الانا السلبيه. الأنا السلبية. دي الانا اللي هي اللي انت دايما بتلاقيك اول ما تيجي تاخد خطوه في اي حاجه تلاقيها واقفه قدامك. انت عايز زي ما انت قلت كده، عايز اصلي، هنصلي، لسه هتقوم بقى وتعمل. ده الشيطان يروح داخل معاها، يلا يلا كله مع بعضه بقى، أنا عايز فيروحوا أقول لك، داخلين ضرب فيك. الأنا السلبية أو نفسك الأمارة بالسوء هي أسوأ من الشيطان. بجد. بالظبط. إن أنت، الإنسان اللي ما بيعرفش يتغلب على نفسه، واللي ما بيعرفش يواجه بجد بجد، هو ده الإنسان اللي بيعاني، واللي ما بيعرفش إن هو بعد كده
ينجز حاجه. احنا بنتكلم في ليميت معين برضو، يعني احنا في حتة معينة احنا بنتكلم فيها، مش بنتكلم في اللي هو الحاجات اللي هي الكبيرة، احنا بنتكلم في اللي هو اللي انت قادر انك تعمل الخطوة بس ما بس ما تعملهاش، تعملهاش. بالظبط. وبتستغرب انا ما بعملهاش ليه. بالظبط، انا ايه مانعني؟ انت ما تعرفش ايه منعك ومفيش فعلا. حاجه فعلا خارجيه منعك، بالظبط، انت مفيش حاجة مش اصلا. بقى شيطان ولا حسد ولا حاجه، انت بس نفسك هي عايزاك في حاجه كده من جواك انت مش قادر تسيطر عليها، هي بتغلبك للراحه. في ناس اصلا بتبقى متوفر لهم ماديا ومعنويا والبيئة، شفت كل اللي احنا بنتكلم فيه من اول حلقة. الامكانيات كلها بالظبط، هو وما مدي، هو بتعملش حاجه. بص، يعني ربنا مهيأ لك كل الامكانيات انك تخليك ناجح وانت قاعد. هي دي الانا السلبيه، اللي هو انا، طب ما هعملها ليه؟ ما انا عندي كل حاجه. طب اه، وبعد. هي مش بس مش بتجرك لحاجه سلبيه او بتجرك لذنب، لا هي كمان بتم... بتمنعك ان انت تعمل حاجه ايجابيه. بالظبط، بتخليك اصلا مش اقعد شايفها. مريح، ما تنجزش، لا ريح كده واهدى وان شاء الله بكره خير. بالظبط، انا هنبدا من بكره الجمله اللي ما بتخسرش، فاهم؟ الجمله اللي هي تحس ان انت، هي جمله هنقولها في وسط اه الكلام هبدا. وهتعدي. انت بتخسر يوم، بعدها بتخسر انا اسبوع، هنام بتخسر دلوقتي شهر. هنام دلوقتي واصحى الفجر ابدا جامد جدا، ما تصحى الظهر وتعمل اصحى في عادي. وقت ما تصحى بس يعني ابدا. ملهاش علاقه بالتوقيت. الجمله اللي هي، ما هي دي الجمله اللي ما بتخسرش اللي احنا بنقول عليها، اللي هو انا هبدا بكره. اول ما الساعه تيجي 12 بقى، ده انا هوريكم بقى الاداء. هتتليني بتشقلب في البيت. اول ما الساعه تيجي كذا، اول ما اليوم السبت يجي، اول ما الشهر الجاي يجي، طب ما انت كده، انت كده مش هتبدا. انت كده انت مدي نفسك اعذار ان هي تبقى كسوله، ان هي تبقى مرتاحه، ان هي تبقى، اللي هي تبقى نايمه بمعنى اصح. ممكن نقتدي باكتر ناس مثلا، في ناس اكتر ناس بتواجه اللي انا بشوفها مثلا، وبتواجه الموضوع ده، مش حاسس انها بتتغلب عليه، قدرت انها تتغلب عليه وتوصل لنجاحات عاليه. مثلا عندنا مثلا مثل مصري قدوه للشباب كلهم، مثلا زي محمد صلاح. ده في حته تانية ده. عقليه ده اتغلب على يعني كل حاجه. اعلى عقليه هتشوفها في مصر بجد بالظبط. يعني. بواجه كميه انتقادات، وفشل وسقوط. ده كل بادئ حاجه. من تحت الصفر بقى، وكل ما كانش فيه بقى تقول ده بدأ مفيش بالسالب. امكانيات. بدأ بالسالب. فاهم؟ وما شاء الله وصل دلوقتي في مكانة احنا كمصريين عمرنا ما تخيلنا ان هو يوصل لها، بس هو كان عنده انت هدف. عمره ما كان في اصلا حاجه في دماغك ان في حد مصري هيوصل للمكانه ديت. تخيل ان انت انت. منهزم، انت اصلا من قبل انت بتتولد، انت في حاجه جواك كده تقولك انت نفسك بقى، بص هي دي نفسك الاماره بالسوء بقى، الانا السلبيه اللي جواك تقولك تبص البيئه اللي انت فيها عامله ازاي، مش هتحقق ازاي يا ابني، انت في مصر يا بالظبط. ابني، انت في مصر يا ابني. فوالله هو اكتر مثال فعلا هو محتاجين نبص له دلوقتي في المجتمع بتاعنا، هو محمد صلاح. شخص ملوش دعوه بحاجه حواليه، ولا ايه بيقول عليه، ولا مين قصدي بيقول عليه ايه، ولا الناس دي شايفاه بيفشل او بينجح، ولا ان ضيع كام فرصة في الماتش ده، ولا في البداية اصلا الناس لما قالت له ما بلاش الاحتراف عشان انت مش هتعرف تتأقلم مع تتاقلم. الظروف. هو كل ده هو خده، عمل منه بدلة كده وراح لابسها، ظبط حياته كلها عليه. بقى بيتكلم اللغة اللي هم كانوا قالوا له مش هتعرف تتأقلم معاها، وبقى بيتعامل مع الناس اللي هي اللي هم قالوا له انت فعلا هيبقوا كلهم عاليين وانت لسه بتبدأ وبتاع. طب ما هو كله لسه بيبدأ. محمد صلاح لما كان بيبدأ كان في زيه بيبدأ، بس الفرق بين ده وده، الحلم. بين ده وده ان محمد صلاح كمل، والتاني دوت خلاص هو اكتفى باللي هو فيه. كمل ايه بقى بالالتزام، بالظبط. ان مش بس انت خلاص بقى عنده صلابة عقلية. صلابة عقليه، وان انت هتكمل رغم الظروف ورغم الانتقادات رغم كل حاجه، انت خلاص عندك تملكت الشجاعه ان انت هتبدا الحاجه وخدت الخطوه. ودي حاجه جميله، ما اجلتش ما سوفتش، بس تلاقي نفسك في النص كده برضو مش قادر تكمل، بتتعب. انت طبيعي هتتعب على فكره، بس انت زي ما قلت كده الصلابه العقليه ان انت تكمل وانت تعبان. في فرق بين ان انت بتتعب فبتريح، وفي فرق انت بتتعب فبتنسحب. حلوه دي اه. انت بتريح، انت ده ضروري. عشان كده احنا محتاجين برضو كمثال برضو للحتة دي، كريستيانو مثلا. بما اننا نضرب مثال بلاعبين الكورة، كريستيانو في الالتزام مش طبيعي. مش طبيعي، ده بني ادم. ده محتاج يعني نحلل الراجل ده بيفكر ازاي. ده شخص شفت متعددي الشغف؟ كريستيانو هو متعدد الشغف. مثلا عنده بيزنس اللي هو شغال عليه، وعنده فنادق وكورة والحاجات اللي هي اللي عنده الجميلة دي كلها، وماشي فيها كلها صح وناجح فيها كلها. ده متعدد الشغف اهو، مقسم مهامه، بس بالالتزام. بس اما هو ما بدأ كورة بس. لا بعد هو كده واحدة من واحدة راح عامل زمان الحاجات دي. من زمان وهو ماشي على روتين قاسي على نفسه، يعني هو روتين انت لان لما بتفكر فيه انت تحس ان انت بتتعب. انت بتعملها ازاي دي، انا بنهج ولا بفكر. اه والله. فانت بتعملها ازاي فعلا. انت بتبقى صعبة جدا 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 التفكير فيها، بس كريستيانو لو كان فكر اعتقد في الموضوع بالشكل اللي
اللي احنا نفسنا بنفكر فيه. ما كانش بقى كان زمان كريستيانو دلوقتي. ممكن برضو ندي لنفسنا بقى حلول ان انت ازاي تتغلب على التسويف. هي قاعدة انا بحس ان هي لازم نمشي بيها، قاعدة ال 25 دقيقة. اشرحها بتعمل لي كده ازاي. المهمة اللي في ايدك في 25 دقيقة. طبعا انت مش في مهام بتتخص في 10 ساعات، بس انت بتعمل اجزاء منها. زي ما قلنا انت لازم تمشي خطوة واحدة بس تجاه الهدف بتاعك. تقسم المهام. بالظبط. فانت هنعمل النهارده الجزء ده. النهارده انا معايا 3 ساعات اذاكره. طبعا هنضرب مثال من المذاكرة. فانا النهارده معايا 3 ساعات اذاكره. هنقسم التلات ساعات دي 25 25 25 25 25 25. بين كل 25 دقيقة خد راحة. 5 دقايق، 10 دقايق، بالظبط. بس ما ربع خد ساعة، ما راحة تزودش عقلية يعني عقلانيا. ما تاخدش راحة اللي هو انا ذاكرت 25 دقيقة فاخد نص ساعة. اه. ما هو ده مش طبيعي. احنا كده نخلص اليوم قبل ما نخلص الساعة الأولانية. ومش شرط 25 دقيقة بس، انت اظبط لنفسك وقت معين. انت خلاص مثلا بتوصل للنقطة ديت، انت خلاص تعبت. فمش لازم توصل لدرجة ان انت خلاص ميت من التعب، لا انت حسيت ان انت بدأت ترهق، وقف، خد مثلا راحة 5 دقايق، 10 دقايق، وارجع كمل تاني. هتلاقي نفسك طاقتك بتتجدد بالظبط. تلقائي. والثلاث ساعات، وانت مبسوط. وذاكرت الثلاث ساعات بشكل انتاجي، انت انتجت شيء في ال3 ساعات دول. انت مشيت جزء كبير، مشوار كبير. ومش بس في مذاكره بس، وفي حياتك وفي شغلك، في تاسكات. انت مثلا عندك مجموعه من التاسكات، مش هتعمل كلهم مره واحده بقى ولازم قدامك ساعه تخلص فيهم كل ده. ماشي، حلو. انت خلاص قسم بقى، اتضغطت، قسم خلاص بقى. قسم. هعمل ديت، لان انت لو مسكت واخد راحه التاسكات دقيقتين، هخلصهم. راحه 5 دقايق كده، وهبدا ديت. خلصت التاسك دوت، راحه 5 دقايق، وهبدا التاسك دوت، وهكذا، لحد ما في الاخر هتلاقي نفسك خلصتهم. وانت فخور بنفسك. وفخور بنفسك وفي طاقه. ما انت وزعت طاقتك، فاهم؟ ما وصلتش لدرجه ان انت مت من التعب او ان انت انهزمت. بالظبط. انت لما بتعمل تقسيمة ال 25 دقيقة انا مريت بيها اساسا. واعتقد هو تقريبا كلنا مرينا بيها يعني. لما كنا بنسوف فكنا بنحاول نعمل حاجة تانية. اه. فاعتقد هو مخي اصلا، مخنا بعد النص ساعة تحس ان هو بيفصل. تحس ان هو مكمل المعلومات اللي انت هتدخلها له في النص ساعة دي. طبعا احنا زي ما قلنا بنتكلم عن المذاكرة دلوقتي. فانت بنكمل المعلومات اللي انت عمال بتدخلها له. هو تلاقيه فصل. هو بيقول لك ريحني شويه بقى ونرجع تاني. فانت اما تريح وتلاقي نفسك رجعت تاني، انت انجزت في النص ساعه دي وريحت. يبقى انت خدت فعلا، عملت المهمه اللي وراك وخدت راحه. بعدها رحت داخل على المهمه اللي بعدها تخلصها تاخد راحه. هتحس اليوم ليه معنى. انت عملت حاجه فعلا في اليوم. التنظيم. بالظبط. انت لازم، ما هو كده كده لازم ننظم. بس احنا اه. بنتكلم بقى انت قدامك المهمه بالفعل بس عارفها بس بس مش برضو، عايز تبدا. بس تحطش بقى على نفسك بقى الضغط ان انت بقى التنظيم في خطه. فانا مش هبدا لما ارسم خطه كامله احنا محتاجين لليوم. خطوه، اه، مش انت محتاجين خطه. حط نفسك، ارمي نفسك الحاجه، خد الخطوه وابدا اعملها. وبعد ما خلاص انت قررت هتذاكر، خلاص مش لازم بحط جدول مذاكره اليوم كله ان انا اذاكر ال5 مواد ولا 3 مواد في اليوم دوت. فانا مش هبدا لما اعمل خطوه انت كده بتعمل تحصيل حاصل. انت انت بتضيع كده وقت. بالظبط. انت بتمشي هتقعد الدنيا، انت هتقعد بترضي ساعتين ضميرك. 3 من اول ما تصحى عمال بتفكر هرسم الخطه ازاي، ما بتعملش حاجه في الاخر. وفي بقى اوقات الناس اللي هي بتبقى قدامهم مثلا على الامتحان 3 ساعات. احنا الناس دي تقريبا. فقدامهم 3 ساعات فبيقعدوا ال3 ساعات. انا هخلص المنهج اللي خلصوه في الترم كله. اه. ما دي حصل. ما احنا محتاجين بقى، عارف انت، نلطش نفسنا في ده الموضوع مش ده. تسويف، ده حاجه تانية. ده فانت ابدأ بخطوة صغيرة هتخليك متحمس انك تكمل بعد كده. ابدأ ب 25 دقيقة وابدأ بخطوة صغيرة هتشجعك انك تكمل. انا عملت في 25 دي شوية حاجات، فيلا بقى نخش على بعديها. نخش اللي بعديها. وتوكل على الله. اول دايما، حاجة في اول ده حاجة في اول حاجه. الحلقة. ودايما خلاص، دايما زي ما قلت لك يعني، حط ربنا قدامك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. بالظبط. حط ربنا دايما قدامك، وفي كل اعمالك وفي كل خطواتك هتلاقي ربنا بيعينك. وهتلاقي انت سبحان الله طاقة نفسية جواك كده، انت مش عارف بتجيلك منين. هي من عند ربنا، من توكلك عليه ومن ايمانك بيه. انت بتتوكل، ادعي ربنا وانت موقن بالاجابة، وان انت مؤمن ان انا خلاص انا فعلا توكلت على ربنا ان انا هعمل الحاجة ديت، وانا مؤمن ان ربنا هيساعدني وهيوفقني ان انا اعمل الحاجة ديت. كده كده هو مش هيسيبك في مش نص الطريق. مش عمر ربنا عمره ما هيسيبك. احنا زي ما اتفقنا، وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. ده ثم اسلوب يجزي تأكيد. الذكاء الأوفى. تأكيد. وان سعيه سوف يرى. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. ه- دي كل ده تأكيد من ربنا سبحانه وتعالى. ده مش انا اللي طالع اقول لك ولا بأكد لك دوت، ده تأكيد. بالظبط. هتلاقي. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. خد خطواتك وتوكل على الله.
ما تأجلش. ونكمل الحديث بتاع ده اللي هو اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن فاستعن بالله. بالله. ما تستناش حد يجي ياخدك يوديك، استعن بالله وتوكل على الله ويلا هنروح، هنمشي الطريق ده. خلاص انت خدت القرار، توكلت على الله، مفيش حاجة احسن من كده في الدنيا. انت ان انت تتوكل على الله دي مفيش حاجة. خلاص يعني انت كده يعني عملت اهم خطوة في حياتك ان انت توكلت على الله. بعد كده انت بتعمل اللي عليك وربنا هيكافئك زي ما انت قلت الجزاء الاوفى. بالظبط. فاحنا يلا نختم بقى لا كده. ونسأل سؤال لأصدقائنا اللي بيتفرجوا علينا. ايه هي الحاجة اللي مأجلها بقالك فترة، وايه اللي منعك تعملها، وايه اللي ناقصك عشان تعملها؟ احنا محتاجين بقى الرد بتاعكم ان شاء الله في التعليقات، او في اللينك بتاع الصراحة، او في الخاص البيج على حتى لو الفيسبوك او عايزين. على اليوتيوب والتيك بالظبط، توك وفي كل في حته. كل حتة احنا هتلاقونا موجودين بإذن ان الله. شاء الله. فقولوا لنا رأيكم بإذن الله، هنشارك كل حاجة معاكم، واحنا ان شاء الله هنجاوب احنا كمان على السؤال شارك بس. برأيك وشارك بتجربتك، واحنا معاك وهنسمعك، وان شاء الله ان احنا نقدر نفيدك. بإذن الله. وزي ما قلنا في الاول والاخر، احنا قاعدتنا ان احنا اصحاب ومندردش مع بعض، بالظبط. نستغل وقتنا بشكل ايجابي، ان احنا ننتج شيء في الاخر ونعمل حاجة حلوة لنفسنا، وبس نساعد بعض.